رمضان شهر العزومات واللمة، وكلنا عارفين إن العزومة الصح مش بس أكل، المكان نفسه مهم. الشقة الصح لازم تكون متقسمة صح وما يكونش فيها شطرات كتير عشان تعيش فيها براحتك وتستقبل ضيوفك من غير أي ضغط. المطبخ مثلا لو مساحته كويسة هتقدر تتحرك براحتك وتطبخ براحتك، والمدام هتبدع في وصفاتها، وكل حاجة هتبقى جاهزة من غير خناقة قبل الفطار. وأول ما الأكل يجهز غرفة السفرة لازم تكون متقسمة بشكل مناسب عشان كل صنف يكون ليه مكانه، والضيوف قاعدين طبعا براحتهم، يعني مش زحمة ولا حد متضايق، عشان بعد كل التعب والتكلفة مش منطقي إنك تحس بعدم الراحة بسبب المساحة. وبعد بقى الفطار تبدأ اللمة الحلوة اللي الكل بيبقى مستنيها، والقهوة والتمر ناخدهم في الليفينج، قعدة هادية ومساحة مريحة تقدر تستمتع فيها بمسلسلاتك اللي انت بتحبها. هنا بتحس انك في بيت متصمم على ذوقك، بيت يخليك تعيش اللحظة من غير اي ضغوط. فلما بقى تحب تختار عقار، الشقة الصح هتفرق في راحتك. اختيار العقار المناسب بيفرق في مستقبلك انت واسرتك. يعني مثلا انتوا لو اسرة كبيرة هتحتاج مساحة واسعة وموقع فيه كل الخدمات، ويكون قريب من المدارس والجامعات. ولو بقى لسه بتبدأ حياتك هتدور بقى على شقة اصغر، هتكون في منطقة فيها فرص استثمارية وانظمة سداد مريحة. ولو هدفك استثمار لازم تركز على موقع حيوي سهل الوصول ليه ومستقبله مضمون. زي ما اي خطأ في العزومة ممكن يسيب مشكلة، زي مثلا ان الاكل يكون ملحه زيادة او المكان يكون ضيق، نفس الكلام هينطبق على العقارات. القرار الغلط هيخليك تندم سنين، لكن القرار الصح هيخليك مستريح ومستقر. فكر كويس قبل ما تختار واستشير حد فاهم، وانا هنا عشان اساعدك تختار العقار المناسب ليك. قول لي بقى لحد دلوقتي اتدبست في كام عزومة في رمضان؟